السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غنتقاسم معكم أول كوموند باش بديت 4 كيلو حلوة فقاص وغريبة البهلة اللهم يسر، وغير ب50 درهم للكيلو، وأكيد فيها الربح. فنوضوا يا البنات تخدموا. غنعطيكم إن شاء الله جميع التفاصيل ديال هاد الكوموند اللي بغات تبدا تخدم على راسها. الله يسر. كيف ما كتشوفوا معايا غنتشارك معكم الفقاص بدون كسور أو تشقق، بطريقه سهله واحترافيه، حتى شي حبه ديال الفقاص ما كتهرس. غير تبعوا معايا جميع المراحل والنصائح ان شاء الله. اي وحده ما كينجحش ليها الفقاص غيجيها ناجح وكيجي مذهب ومقرمش ولذيذ. وغنتقاسم معكم حتى طريقه التحضير غريبه البهله، اقتصاديه وبطريقه سهله وناجحه. وما تنساونيش من لايك وبارطاج لي الفيديو باش تعمل فائده. وكيف العاده نبداو بالصلاه على نبينا عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله على بركه الله. غنبدا معكم بالفقاص. فقاص بالزنجلان اقتصادي وسهل في التحضير. كنحتاج 8 ديال البيضات كبار، وهنا عندي ما زهر، نص كاس ديال العنبه ديال ما زهر او 80 مليلتر، وعندي واحد الكاس الا اصبع ديال سكر سنيده. فهاد السيده بغات الفقاص يكون ناقص في الحلاوه. اما بالنسبه لهاد العجنه كندير انا 2 ديال الكيسان ديال السكر حبيبات، وعندي 2 اكواب ديال زيت المائده وقبيصه الملح، وهنايا عندي 2 ديال المعالق كبار ونص ديال الزنجلان اكيد كيكون مغسول ومنقياد من قبل. صافي كنستعملو خضر ما كنحمروش. وعندي 2 ديال الساشيات ديال الفاني و3 ديال الخمائر ديال الحلوى من فئة 7 غرام أو 8 غرام اللي كان تخدموا به. وغنحتاج كيلو ديال الطحين، وحاطه حتى واحد الكاس ديال 100 غرام ديال العنبه عمر بالطحين، والطحين ابيض الفورس العادي. صافي غنبدا معكم على بركه الله. كنوضع ديك القبيصه ديال الملحه وكنبدا نفقس البيض في القصعه. وهنايا غناخذ النص ديال الصفار ديال بيضه وحده مع صفار بيضه، يعني صفار بيضه ونصف، نغطيهم جانبا حتى كندهنوا بهم الفقاص. من بعد صافي كنضيف السكر والفاني وكنبدا نخدم البيض حتى كيذوب ليا السكر. فانا غير مسرعه شويه الفيديو. وهنا كنضيف الزنجلان وكنزيد نخدم ونزيد الزيت 2 ديال الاكواب ونخدم مزيان باش يتجانس ليا الخليط. وكنبدا نضيف الدقيق بالتدريج. فبالنسبه للعجينه ديال الفقاص كيخصها تبقى رطبه. هنا كنكمل كيلو ديال الدقيق وغنزيد الخمائر ديال الحلوى وغنخدم الخليط ديالي مزيان. فانا ضفت حتى نص كوب ديال الدقيق وباقي ليا النص. صافي تجمعات العجينه وبقات شويه كتلاصق، ولكن ملي كنشوف باليد الاخرى اللي ما خدمتش بها ما كتلصقش فيها نهائيا. هنايا تقطع ليا التصوير. استسمح. فاش كنت جمعت العجينه وقسمتها على 5 ديال الكرات وبديت كنشكل حرابل بهذا الشكل. فكيف ما قلت لكم غير تبعوا النصائح غيجيكم فقاص ناجح. صافي كنبدا نشكل الحرابل وكنوضعهم في اللاطه ديال الفران مفرشه بورق الطبخ. هنايا صافي شكلتهم وكنحاول نبسطهم واحد شويه. صافي كنجيب داك الصفار ديال البيض ونص اللي كنت خليت كنزيد عليهم شويه ديال القهوه معصوره اولا قهوه سريعه الذوبان مع شويه ديال الخل، وكنخلط مزيان وكندهن الحرابيل ديال الفقاص مزيان. وكناخذ واحد الفرشيطه وكنشرط الفقاص. وهنايا كنرش شويه ديال الزنجلان وكناخذ واحد الكيغدون وكنبدا نتك الحرابيل مزيان باش ما كيتنفخوش ليا في الفران بزاف ويتفرقعوا. وعاود كيتفرقع الا زدتو الدقيق في العجينه اكثر من القياس قصحتوها. وهنا دخلت الفقاص على نار مهيله من الفوق كيف ما كتشوفوا معايا. بعد ما تنفخ وتحمر شويه من التحت ما كيتفرقعش صافي كنردو للتحت عاود حتى كيتحمر ويولي اللون ديالو الذهبي كيف ما كتشوفوا معايا. فانا خرجته بحال هكذا. كيخصو يجينا الفقاص الا حمرتوه اكثر من القياس كيتهرس في التقطاع. هنايا صافي غنغطيه بواحد السربيته ونوضع واحد الميكا فوق السربيته ونزيد واحد السربيته واحده اخرى ونخليه يبرد مزيان. فانا خليته من 10:30 ديال الصباح فاش طيبته حتى ل3 حتى ساليت الشقه ديالي وتغدينا عاد رجعت ليه. وكيف ما كتشوفوا معايا فهو برد. وهنا ضروري تقطعوا بموسيكون جديد باش كيكون ماضي وكيقطع لكم الفقاص بكل سهوله. وكيف ما كتشوفوا معايا ما كيتفرتت ما كيتهرس
كيف ما موضح في الفيديو، وكيجي فقاص ناجح 100%. نتمنى تجربوه للي بغات تخدم على راسها او للي بغات تصايبو لدارها ووليداتها. فغير تبعوا جميع النصائح كيف ما قلت لكم في الفيديو، انا متاكده غينجح معاكم. صافي غنقطعو نستفو في اللاطه ديال الفران وندخلو عاود من الفوق على نار مهيله، والنار من التحت فانا كنطيب غير في الفران ديال الغاز حتى كيتحمر ليا من التحت، ونردو عاوتاني من على الوجه ديالو والنار فوق منه حتى كيتحمر وياخذ غير داك اللوين الذهبي الزوين. صافي وكنخرجو، وهنايا كنقطع معاكم عاود. فانا مسرعه الفيديو، فما شاء الله كيجي الفقاس كامل ما تهرست ليا حتى شي وحيده، كله ناجح. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس بعد ما ساليته، كيجي رائع. وبالنسبه لهاد العجنه ما كتعطيش 2 كيلو، فانا زدت عاوتاني نص ديال العجنه او 4 ديال البيضات باش كملت العبار ديال 2 كيلو، وشيطت حتى لينا. وهنا استفتو في السوبيره وكنوزن للسيده 2 كيلو ديالها حتى تجيب لي السوبيره ديالها ورد ليها فيها. وهنايا عاود اليوم الموالي غنوجد معكم غريبه البهله اقتصاديه وكتجي شيشه وقابطه في راسها. وعلى بركه الله نتعرفوا على المكونات. غنحتاج 250 غرام ديال الزبده مارغرين، نوضعها فوق نار مهيله باش تذوب. فدابا بارد الحال باش ما نمحنش راسي في الخدمه ديالها، من الاحسن انني ندوبها. وعندي كاس الا قليل ديال سكر كلاصي، فالسيده باغا الحلوه ما تكونش حلوه، تكون ناقصه من الحلاوه. وعندي كوب الا ربع ديال الزنجلان منقياد من قبل وحمرته، وجوج اكواب زيت المائده، وثلاثه ديال الخمائر ديال الحلوى 8 غرام او 7 غرام، وواحد الساشيه ديال الفاني، وقبيصه ديال الملح، ونصف ملعقه صغيره ديال الخميره المعجونه. وعندي الدقيق الابيض، عندي كيلو، فانا نقصت منه واحد الزليفه وحمرته باش كيساعدنا تجينا الغريبه ديالنا في داك اللوين محمر. وهنا ذوبت الزبده وخليتها واحد 2 ديال الدقائق تبرد غير واحد شويه، وكنوضعها في القصعه وكنضيف عليها سكر كلاصي وقبيصه ديال الملح والساشيه ديال الفاني، وكنضيف الزنجلان كوب الا ربع والخميره المعجونه. صافي وكنخدم المكونات ديالي مزيان حتى كيتجانسوا، وكنبدا نضيف الزيت 2 ديال الاكواب ونزيد نخدم. وكنبدا نضيف الدقيق اللي انايا حمرته. شوفوا ما شاء الله اللوين ديال الخليط. فهاد الدقيق كيساعدنا ان الغريبه دغيا كتحمر. صافي وكنبدا نضيف الدقيق بالتدريج وانايا كنخدم مزيان. فالغريبه كتبغي اننا نخدموا المكونات ديالنا مزيان. وهنا كنزيد الخمائر ديال الحلوى كنغربلهم. صافي نستمر وانايا كنخدم المكونات. فبالنسبه للعجينه فهي كتكون فيها الزيت والزبده، فإلا ما دخلناش فيها الطحين مزيان فغير كطيب وكتبدا كلها تفتت كلها كتهرس. ضروري نخدموها مزيان. وحنا كنزيدو الدقيق، فانا ضفت الكيلو ديال الدقيق كامل وغنزيد نخدم مزيان. والفيديو راه شرح نفسه. وهنايا غنخلي هاد العجينه ترتاح واحد 5 ديال الدقائق بعد ما شكلت واحد الغريبه هكا، غير باش كنشوف القوام ديال العجينه. صافي نخليها ترتاح شويه. وهنايا وجدت الميزان ورجعت غنزيد واحد 2 معالق كبار ديال الطحين، نزيد ندخلهم في العجينه ديال الغريبه. فكيف ما قلت لكم باش ما خدمناها مزيان
ما كتهرش لينا، فما شاء الله ما تهرساتش ليا حتى شي حبه. صافي هنايا كنبدا نشكل غير في يديا وكنوزن. بالنسبه للوزن كنوزن 30 غرام، كتجي غريبه ما كبيره ما صغيره، الحجم متوسط. وهنايا بالنسبه للتشكيل فانا كنبقى نخدمها بهاد اليد واليد الاخرى، وفي الاخر كنبدا نضغط بالوسط ديال الكف ديال اليدين ديالي. فانا كنضغط وكنقاد في نفس الوقت باش ما كتجينيش مشققه من الجوانب. صافي وكنحطها في اللاطه ديال الفران وكنعاود نوزن وحده اخرى، دائما نفس الوزن 30 غرام. فانا كنبدا نشكلها بواحد اليد كنضغط بها ونحطها عاوتاني في اليد الاخرى ونعاود عاوتاني نضغط ونشكل باش كتشكل ليا. عاد كنوزنها وكنكورها، عاد كنضغط بالوسط ديال الكفين ديالي. صافي وغنبقى مستمره في الطريقه سهله كيف ما موضح في الفيديو. نكمل الغريبه بالتشكيل وغنمشي نجلس ونشكلها على راحتي. وغندخلها للفران طيب على نار تكون مهيله، والنار على الوجه ديالها حتى كتشقق وتحمر، ونردها عاوتاني من الفوق تحمر من التحت. صافي وكنخرجوها. وهنايا كملت الغريبه بالطياب. كيكون هذا هو الشكل ديالها، كتجي قابطه في راسها وهشيشه في نفس الوقت وبمذاق لذيذ. فالتصوير ما عطيهاش حقها، فهي غير محمره شويه وكتبان بحال الا محمره بزاف، فهي كتجي هي هذيك. وهنا ستفتها في السوبيره ديال مولاتها ووزنت ليها 2 كيلو ديالها وكنشيط شويه. وهذا الفيديو اللي تشاركت معكم اليوم كنتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا معايا فيه. واللي بغات تخدم غير تزعم، الله يسر لينا جميع. وما تنساونيش من تشجيعاتكم. الى اللقاء.